عارفة إنه مثالي، لكن في حاجة ناقصتني. ما أحس إني سعيدة، أحس إني ماني قادرة أستحمل أكتر من كده. معاكي حق، أتفق معاكي. شكرا إنك بتسمعيني وتدعميني. مساء الخير. كيف زوجتي الحبيبة؟ هذا الورد للورد. إيش هي المناسبة؟ ما في مناسبة، بدون أي مناسبة. خليني أروح أحضر لك العشاء. ليه مستعجلة؟ تعالي خلينا نجلس مع بعض. اجلسي. أنا عارف إنه شغل البيت مرة كان متعب بالنسبة لك، عشان كده أنا قررت اليوم أنا اللي أقوم أسوي العشاء بنفسي. نحتاج نتكلم. أسمعك بكل جوارحي، قولي. طفشانة، مليت. ليه حبيبتي ليه؟ يمكن شغل البيت مسؤولية الأولاد هي السبب؟ لا. يمكن ما أعطيتك الاهتمام الكافي وشغلت مسؤولياتي واحتياجاتي هذه البر. معك حق. لا. ماني عارف والله، محتار مو فاهم. في شيء مو عاجبك؟ انت كويس. تتعامل معايا بكل مثالية وتسوي كل شيء صح. ليه ما فكرت بهذه الطريقة؟ أكيد اكتشفتي إنك أنت أحسن مني بكثير، أكيد. أنا؟ لا أبدا، عمري ما فكرت كده. بس أنت. أنا إيش؟ آسف، مو مفروض أقاطعك والله. وهذه العلاقة مريضة. إيش قصدك؟ كنت بكلم صاحبتي وحكتني عن علاقتها بزوجها، وصاحبات تانيين وعلاقتهم بأزواجهم. كل واحدة يحصل بينها وبين زوجها خلافات ومشاكل بين وقت والتاني، وكل واحدة زوجها يصر على رأيه. شوفي يا بنت الناس، ما اتفق معاكي، لكن إذا تبغينا نختلف من فترة للتانية يلا خلينا نختلف، بس إذا هذا حيرضيكي. ونختلف على إيه؟ قولي لي. فكر. طيب خلينا نجرب. جتني فكرة. اليوم الأول اللي شفتك فيه كان يوم مختلف بالنسبة لي، وكنت جميلة أكثر من كل توقعاتي في المرأة اللي أبغاها تكون معايا بقية عمري. هذا مو خصام. طيب نجرب شيء ثاني. طيب أحيانا وأنا بسوق السيارة راجع من العمل للبيت تجيني الأفكار. إذا أنت تركتيني فين راح ألاقي واحدة بجمالك ورقتك؟ فأصير طول اليوم متعصب ومتضايق طول اليوم. فكر في شيء تاني. ايوه، تعال وفهمني. يوم الاثنين اللي فات اتأخرت بعد ما خلصت عملك عن البيت 7 دقايق، فين رحت؟ صحيح هذا حصل، بس يومتها زميلنا في العمل جاته أزمة صدرية فاضطريت إني أطلب الإسعاف وما في أحد معانا في المكتب. بس معاكي حق، كان لازم أتصل وأعتذر على ال7 دقايق هذه. معاكي حق. ما زبطت. نفكر في شيء تاني. تذكر يوم الخميس لما خرجنا المول نتمشى وعدت واحدة حلوة من قدامك؟ واحدة حلوة؟ ما أتذكر. أنا أتذكر بكل التفاصيل، وإنت بحلكت وركزت عينك عليها. أنا ما أتذكر. لا تنكر يا بصباص. لحظة افتكرت. صحيح مرت واحدة حلوة من قدامنا وأنا فرحت للأمانة وافتكرت نعمة ربي علي إنه أعطاني واحدة بجمالك ورقتك، مو واحدة تمشي وكأنها رجال. يا الله، شفت؟ هذا اللي بقول لك، هو انت مثالي بزيادة لدرجة ماني قادرة اتحملها، ماني قادرة اعيش مع راجل مثالي. عمرنا ما راح نلاقي سبب للخلاف بيننا، وما حنحصل على زواج صحي ابدا. زواج صحي؟ فهميني، ماني فاهم ايش يعني زواج صحي؟ الزواج الصحي 2 يعيشوا مع بعض،
أيوه. يحاولوا ينجوا حياتهم الزوجية، خاصة في الأوقات اللي يختلفوا فيها في الأفكار والرغبات. أيوه. تحصل بينهم صراعات ومشاكل، وساعتها يشعروا بالسعادة لما يتخطوها وإنهم قادرين يعدوها وأكبر منها. شوفي مع إني أنا ما راح أوصلك لهذا الإحساس اللي أنت تبغيه، وأنا عارف إنك تبغي توصلي لهذا الإحساس، لذلك أنا الليلة تارك لك البيت وماشي. طب فهمني، فين رايح؟ مو شغلك. فين رايح؟ قلت لك مو شغلك. كيف يا جمهور؟ رضا؟ حبيبي، متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، وأسعدتني ورود سوف تهديها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. مذهلة ما هي بس قصة حسن،